اللي هنحكي فيه النهارده يا جماعه، اللي انا هحكي لكم النهارده دي واحده من اصعب التجارب اللي مريت بيها في حياتي، ومن اكثرهم الما، ومن الحاجات اللي هي عارف انت ايه، في حاجات كده بتعلم في حياتك لما بتفتكرها بتحس ان انت قد ايه كنت بني ادم. عايزين لفظ كده ايه، كنت بني ادم بقره، يعني عارف انا كنت بقره في المرحله دي في حياتي، لاني يعني خسرت كتير، وخسرت فلوس كتير، ومش هابالغ يعني لو قُلت إن أنا خسرت اللي أكتر من الفلوس، واللي هو سلامي النفسي وصحتي النفسية في المرحلة دي. وكانت تجربة، يعني أنا لحد دلوقتي مش عايز أقول عقّدتني في حياتي، ولكن تجربة لمّا بافتكرها أو لمّا حاجة بتحصل تفكّرني بيها، آآ بتخلّيني اللي هو إيه، يعني مش مرتاح، يعني حاسس إن الشعور مش أحسن حاجة يعني. إزيكم، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنحكي قصة حصلت معايا، قصة حقيقية. أنا باحكيها عشان اللي بيسمع يستفيد، لإن أنا استفدت، وفي حاجات يعني سبحان الله أحيانًا من رحم المعاناة ومن العذاب بتتفتح طرق، وبتتفتح حاجات ما كنتش تتوقعها، ويمكن كان لازم تمُر بالتجربة الزبالة دي عشان ربنا يكرمك ويفتح لك طريق تاني أو قصة تانية. المهم أنا إيه، أنا عارف إن أنا مش باصوّر في نفس الخلفية، أنا في بيت تاني. ولو أنت متابعني من زمان فأكيد الخلفية دي أنت عدّت عليك قبل كده أو شُفتها لي يعني، شُفتني فيها يعني، ما علينا. آمم، من حوالي خلّينا نقول مثلًا 7 سنين، 2000 2019 كده، كنت في مرحلة إن أنا عايز أبقى غني، وكنت في مرحلة إن أنا business وفلوس، وعارف أنت اللي هو إيه، لمّا حد ما بيعرفش يعوم وترميه في البحر أو ترميه في حمام سباحة، فبيبدأ يطبّش. فأنا كنت في مرحلة التطبيش، وكنت في عارف أنت اللي هو إيه، كنت في مرحلة كده في حياتي. كنت ساعتها عايش في دبي، وكان دخلي إلى حدٍ ما كويس، وكان معايا إلى حدٍ ما فلوس، يعني ما كنتش الحمد لله ساعتها ما كانش في معاناة مادية. فأنا قُلت إزاي ما فيش معاناة مادية، أنا هاجيب المعاناة بنفسي بقى. وكنت طالع من business، أو كنت عامل زي business كده وأنا في دبي. كنت دي قصة سريعة يعني ما لهاش علاقة بالقصة اللي أنا هاحكيها، ولكن دي قصة هتوصّلك للي أنا عايز أحكيه. كنت عامل زي business كده، إن أنا كنت باجيب خواتم فضة من إسطنبول، من تركيا، من مصانع هناك، وكنت بابيعها في دبي. زي إكسسوارات حريمي وحاجات خواتم رجالي والحاجات دي يعني، أكيد أنتم عارفينها يعني. فالدنيا كانت ماشية معايا ونجحت، وعملت فلوس حلوة من البيع أونلاين ومن الشغل في الجزء ده، وأنا كنت موظف يعني، ده ما كانش شغلي ساعتها، دي كانت حاجة جانبية كنت بابيعها أونلاين، وكنت بانزل أسوّق بعربيتي وأوزّع والكلام ده. يعني الموضوع كان عبثي جدًا، لو حابين ممكن، أعتقد أنا كنت اتكلمت عنه، ولكن حابين ممكن نعمل فيديو جديد نتكلم عنه يعني، بما إني أنا أعتقد ما حكيتوش على القناة دي. فافتكرت نفسي بقى إيه، واد نجيب ساويرس وأي حاجة هاخشها هتضبط بقى وبتاع. طلع قدامي فيديو بالصدفة، يمكن دي عارف أنت أحيانًا بتحصل لك حاجة بسيطة جدًا، بتحصل لك كل يوم في حياتك، ولكن ما تكونش عارف إن الحاجة البسيطة دي هتكون سبب في إنها تدمّر سنتين 3 من حياتك، أو تدّيك قفا أو ألم محترم يعلّم عليك لفترة طويلة من الزمن. طلع لي فيديو لشخص مش متذكر اسمه أوي، ولكن كان أصلع كده، مصري، طلع لي على اليوتيوب واتكلم عن حاجة اسمها التداول. أنا ما كنتش أعرف إيه التداول ده، أو يعني معرفتي عن التداول معرفة أي شخص جاهل عن التداول ما يعرفش أي حاجة، هي إن هي عبارة عن أسهم طالعة ونازلة، حاجات خضرا وحاجات حمرا، وناس قاعدة بتشرب قهوة كتير أوي وبتشرب سجاير، وقاعدين قدام شاشات كتير أوي، وبيعملوا فلوس كتير أوي. ده كان تصوري عن التداول، تصور ساذج جدًا لشخص ما بحثش حتى عن كلمة تداول. ففتحت الفيديو بتاع الشخص ده، طلع قدامي كان بيتكلم مش عارف عملت كام في يوم. طبعًا أنا كنت في مرحلة desperate، أو كنت في مرحلة إن أنا كان الbusiness بتاع الخواتم ده فشل في النهاية، أو أنا كنت وقّفته لسببٍ ما، طبعًا قصة طويلة.
وكان معايا شوية فلوس، فقُلت إيه، طَب أنا ليه ما أبدأش business كتير أو أستثمر؟ وكان دايمًا أنا في أي business أنا باعمله أو كانت في المرحلة دي، كنت عايز حاجة أقدر أعملها من البيت لأونلاين، لإن أنا كنت موظّف ساعتها في شركة تأمين في الإمارات، وما كانش ينفع إن أنا أبقى موظّف في شركة تانية، ما كانش ينفع إن أنا أفتح مثلًا شركة، أو ما كانش ينفع آخُد risk كبير أوي يضطرني إن أنا أسيب الوظيفة اللي أنا فيها، لإني ما كنتش حابب أسيب الوظيفة اللي أنا فيها، مع إني سِبتها بعد كده. بس ما علينا يعني. طلع قدامي الفيديو دوّة، وكان بيتكلم على إن قد إيه التداول سهل، وإن التداول معايا سهل، وبُصّوا الناس اللي معايا في الجروب بتعمل فلوس قد إيه، وده كسب مش عارف $5000 في اليوم، وأنا الشهر اللي فات عملت $77,000. طبعًا كل الكلام ده مُدعم أو موثّق بscreen shots وبصور وحاجات الواحد يمكن ساعات لمّا بيفتكر الأيام دي ويقول إن هو قد إيه كان عبيط وصدّق. يعني دلوقتي لو حاجة طلعت قدّامي زي دي في أي مجال تاني، مش تداول بس طبعًا، يعني في أي حاجة تانية حتى أنا ما عنديش فيها خبرة، فأنا متأكد إن أنا هيبقى دراستي للموضوع واتخاذ قراري أنضج بكتير جدًا من اللي أنا عملته ساعتها. وده هنا بقى وده النضج، يعني ساعات الواحد لمّا كان مثلًا يشوف حد اللي هو أنت إزاي غبي عملت كده؟ لأ، أنا فاهم إن هو أنا لمّا واحد كبر ونضج بقى فاهم إن الموضوع مش غباء قد ما هو عدم وعي أو عدم إدراك أو لسه ما نضجتش كفاية في الجزء ده في حياتك، فلازم ربنا يبعت لك درس كده. بس أنا الدرس كان قاسي شوية. بدأت الكلام ده والله يا جماعة يعني 2000 وكام، خلّينا نقول مثلًا قبل الكورونا أكيد، يعني ده اللي أنا أقدر أقوله لك. شُفت الفيديو للشخص المصري ده، مش عايز أدعي عليه أو خلّينا نقول يعني يمكن لحد دلوقتي أنا مش قادر أحدد هل هو نصّاب أو يعني طبعًا سمعت سيناريوز كتير أوي في الموضوع دوّة، والواحد بقى بعد كده بحث وبتاع، ولكن الفيديو اتفرّجت عليه وكان بيورّينا كان بيتداول إزاي، كان على منصة اسمها Olim Trade. طبعًا أنا متأكد لمّا قُلت Olim Trade دلوقتي، أنا متأكد إن في ناس كتير أوي ابتسمت أو يعني ما علينا. وكان في منصة تانية كان اسمها مش فاكر اسمها، بس كانت نفس الstyle بالضبط. والشخص ده قال أنا هاسيب لكم لينك تحت الفيديو، واللينك ده مش عارف هيديكوا خصم كام، وعمولات وسحب سريع وتربط حسابك البنكي، ممكن تبدأ لو ب$10 وحاجات كده يعني. يعني موضوع سهل 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 جدا. دخلت طبعا، انا مش عبيط بقى، انا مش عبيط. انت فاكر ان انت هتضحك عليها في فيديو واحد؟ ده انا هتفرج على كل قناتك. ودخلت فعلا على قناته، اتفرجت على مثلا 7 8 فيديوهات 10 فيديوهات. عارف انت لما حاجه تعشش هنا، الموضوع عشش قوي دماغي. ما بصيتش بقى لا حلال وحرام، ما فكرتش اصلا مجال. يعني عارف انا في حياتي بشكل عام الحمد لله الواحد بيشوف الحلال والحرام ويمشي وراه. يعني بحط دايما الحلال والحرام قدام عيني قبل اي حاجه. في الموضوع ده ما فكرتش في اي حاجه خالص، يعني اللي هو ايه ولا ما جاش في بالي حتى حلال ولا حرام اصلا يعني. ما فكرتش في الفكره عشان حتى احاسب على نيتي. ما كانش في نيه، ما جاش في بالي الموضوع ده. اتفرجت على كام فيديو، قعدت احسب. قلت انا معايا مثلا دلوقتي كام الف دولار، فانا على حسبته لو هنحط اسوأ سيناريو، فانا على اخر الشهر هيبقى معايا مثلا 30 ل 50 الف دولار. كنت عبيط فشخ والله العظيم. و طبعًا الواحد يعني لمّا بيفتكر الحاجات دي، يعني أنا باحكي لكم وأنا بافتكر شعوري ساعتها كنت قد إيه مُغفّل، أو قد إيه كنت جاهل. عارف برضه ده درس إن أنا يعني أنا باحكي الفيديو دوّة مش عشان أي حاجة، قد ما الناس تتعلّم من أخطاء الآخرين أوي، لإن أحيانًا الأخطاء مُكلّفة. أنا الموضوع ده كلّفني كل فلوسي أو معظم فلوسي، وعلى مدى طويل. طبعًا أنا جاي لكم في الكلام يعني. يعني الموضوع مش دعوة للتداول مثلًا، لا، لا، لا خالص، خالص. التداول ده آخر مجال أنت ممكن تدخل فيه، ولمّا تدخل فيه لازم تدخل فيه بشكل صحيح، وتفكك من حاجة اسمها الخيارات الثنائية. ولو هتخش تخش في حاجات حلال، وتخش تبقى دارس واخد كورسات ومتعلم ومتعود، وتخش على الdummy account اللي هو الtraining account اللي هو مش بتستثمر في فلوس حقيقية أو بتتداول فلوس حقيقية. يعني قصة طويلة جدًا، محتاج دراسة وشغل عشان تبدأ تعمل فلوس من التداول. وأنا بالمناسبة أنا حاليًا باعمل تداول، ولكن تداول في عملات رقمية، والموضوع على علم يعني، الموضوع بقى مختلف شوية. بس أنا جاي لكم في الكلام هتوصلوا للنقطة دي معايا. اتفرجت على كام فيديو،
وقلت بس خلاص، انا مش محتاج حاجه تاني من الدنيا، انا ربنا بعت لي الراجل ده من السما. والله يا جماعه بجد، انا بقول لكم اللي كنت بفكر فيه. دخلت على اللينك تحت الفيديو، سجلت، عملت اكونت، طلبوا مني فيريفيكيشنز، صوره الاي دي، حطيت بيانات الكارت، بدات تقريبا ب $100 او ب $200 حاجه كده. وكان هو عنده اكونت على التليجرام. قال لك مش عارف الاشتراك بخام، كان والله ما فاكر كان بكام، بس ما كانش مجاني يعني، مش فاكر كان بكام التفاصيل الصغيره دي. المهم انا قلت ايه، لا انا هوفر فلوسي وهستثمر انا ايه بتاع. المهم شفت كام فيديو عن تعليم التداول على المنصه دي، ولقيت ان الموضوع سهل، وبيدي لك حاجه اسمها indicators او مؤشرات، بتبين لك كل حاجه. ولو السوق كده عشان تكسب تضغط هنا، ولو دي علامه حصلت اشتري هنا. يعني الموضوع مبينه لك ان هو عصير بطيخ، الحياة سهلة وجميلة والدنيا زي الفل، وبص دوس يا باشا، دوس بس بسرعة عشان تلحق تلم الدولارات. وقد كان، بدأت استثمر وبدأت احط واخش في صفقات دقيقة و5 دقايق و10 دقايق. ال... وانا فاكر ان انا مثلا ضاعفت راس مالي في يوم، ضاعفت راس مالي في يوم. فقلت يا نهار خلاص الموضوع بقى مثبت، انا كسبت فلوس والفلوس في المنصة. بس معلش لازم اطمن، انت فاكرني عبيط؟ ما انا هروح دلوقتي اسال المنصه واسحب فلوسي تجيلي على حساب البنكي عشان اتاكد ان هم مش نصابين. طبعا انا رايح اعمل كده وانا تقريبا رايح اطلب، كنت رايح اسحب كل الفلوس، مبلغ تقريبا $400 او حاجه، اللي هو تقريبا ضعفين ثلاثه من راس مال اللي انا كنت حاطه الصبح. يعني انت متخيل، مش بتكلم مثلا في ان انا بقالي شهور، لا لا، ده 7 8 ساعات. عملت البتاع ريكويست، جالي ايميل ان الطلب تم تحت التقييم. وقلت استنى 10 دقايق والله، ولا ساعة، ملحقتش. جالي ايميل your request has been confirmed and the money has been transferred to your account. يعني الفلوس اتبعتت والفلوس وصلت لك حسابك. بفتح حسابي الاقي الفلوس وصلت على حسابي. كنتش مصدق نفسي، كنت بتشال، قلت خلاص 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 خلاص. انت يا باشا انت، نبدا ننزل نبص على اسعار ال 911 جي تي 3 ار اس. خلاص بقى، ما انت هنبص في الكاريرا وفي الاس خلاص انت تركب بقى، تركب بقى التوب يا باشا. تعويض قوي والله يا جماعه. انا بحكي الكلام وانا يعني لو انا حكيت لو انا كنت عملت الفيديو ده ساعتها كنت عيطت. والله يعني انا دلوقتي بضحك لان الواحد خلاص الدنيا دست على وشه كتير، فبقى الواحد متعود على الفشخ، يعني البهدله. انما ساعتها والله لو كنت صورت الفيديو لكنت عيطت في الفيديو، مستحيل انا مهما حق. المهم عشان انت سالتني انا هجاوبك. الفلوس جات لي، كنتش مصدق نفسي، دي منصه صادقه جدا. ده ما فيش يا جماعه، الناس دي كرمه قوي يا بابا. تاني يوم حطيت الفلوس كل اللي سحبتها، وزودت عليهم 500 كمان، كان معايا في الحساب تقريبا $1000. قلت النهارده $1000 دي مش هبقى طماع، هوصلهم $3000 واسكت. بحيث ان انا طبعا يعني عشان برضو نكون واضحين، طريقة بدايتي في الشغل ده او اللي هو المنصة دي غلط تمام. يعني بشكل عام انت لما تيجي تفكر في التداول، انت لازم تحسب نسبة الدخول والنسبة من راس مالك. ويعني ما فيش حد بيخش $1000 ويخش صفقة $1000، ده مش طبعا ده مش كورس تداول عشان نتكلم فيه. ولكن يعني اللي انا كنت بعمله كقواعد في التداول ده خطأ تمام. يعني حتى لو عشان ما حدش يجي يقول لي لا انت كنت بتتداول غلط، اوكي صح، انا جاي لك بقى في الكلام بقى، ما انت مش هتستعجل، استنى لحظه واحده. والمهم حطيت $1000. تاني يوم صفقه في اتنين، $1000 بقى 600. قلت انا بخسر، ماشي مش مشكله، لسه في 600 دول لو ضعفتهم انا راضي. 600 ني ما اعرفش ايه، معايا $50 فاضلين، خسرت كل فلوسي. وشي احمر، يعني حسيت وشي كده ان هو وشي نمل، وان انا حسيت بخوف، يعني حاسس ان انا خايف.
$1000 بالنسبة لي كان رقم مرعب. يعني كان مرتبي ساعتها في الإمارات حوالي $2500 أو $3000 ما يعادل يعني. فأنا كده لو كنت هحوش فلوس الشهر ده فأنا مفيش حاجة خلاص، راحت. فمش مشكلة، الحياة مكسب وخسارة، وأنا لازم أتعلم طريقة أتداول بيها على المنصة دي، عشان هم ناس صادقين لأن هم رجعوا لي فلوسي، أنا اللي أخطأت وخسرت. خدت كورس أونلاين برضو، كذا فيديو طويل كده بيشرح وتعمل إيه وما أعرفش إيه وبتاع، والنسبة، وبدأت أحسب نسبة التداول اللي هي المفروض أخش بيها قيمة من الصفقة، قيمة من رأس المال بتاعي، إني بقيت مثلا أدخل ب 10% 5% عشان لما تدبل وتتربل والحاجات دي تقدر تعوض خسارة وهكذا. وقد كان اتعلمت، بدأت حطيت فلوس تاني، حطيت تقريبا برضو $1000. أنا هقول لك الرقم في النهاية أنا عرفته إزاي في الآخر يعني. وبدأت إن أنا أدخل بقيمة معينة وأخسر أضاعف القيمة عشان أعوض، أكسب فأعوض اللي أنا خسرته. وقعدت على كده يا صديقي العزيز حوالي يومين ثلاثة، اللي أنا ذاكرته أطبقه. وبعد كده اكتشفت إن أنا التداول بيعمل حاجة غريبة في جسمي، يعني بيخلي عندي شعور إن أنا مش قادر أتحكم في إيدي. الموضوع بدأ إزاي؟ أدخل صفقة أخسر، المفروض إن أنا على العلم اللي أنا درسته إن الصفقة التانية مثلا تبقى الدبل، بحيث إن أنا لما أكسب أعوض المكسب والخسارة اللي أنا خسرتها. فجأة ألاقي نفسي بختار أربعة، مش دبل مش ثلاثة، لا أربعة، فأخسر الأربعة. فأنا عشان أعوض الأربعة مع واحد خمسة يبقى أنا عايز أخش بستة أو بسبعة، فأخش ألاقي نفسي خسرت كل فلوسي. إحباط مرعب، خسرت كمية فلوس. يعني عايز أقول لك ممكن يعني في الفترة دي قعدت مثلا حوالي 3 شهور كده أو 4 شهور، خسرت مثلا حوالي في الفترة دي يا صديقي العزيز حوالي $5000. مبلغ كبير جدا جدا بالنسبة لي، وأعتقد بالنسبة لناس كتير يعني. أنا بقى شخص فاشل، معظم الفلوس اللي عملتها في البيزنس اللي قبله بتاع الخواتم أنا خسرتها كلها. بقيت في الكام شهر دول أنا فاكر في مرة استنيت مرتبي ينزل عشان أودع نص المرتب في المنصة. تحول موضوع إلى إدمان، والمشكلة إن أنا ما كنتش عارف يعني إيه إدمان. يعني أنا أصلا مش متخيل إن أنا ممكن أدمن حاجة اسمها تداول. يعني إيه أصلا؟ يعني إيه؟ يعني إيه أدمن تداول؟ مش عارف. يعني إيه مش قادر أوقف نفسي من إن أنا أفتح المنصة وأودع فلوسي اللي أنا تعبت وشقيت واتفشخت عشان أوصل لها. وفي فترة من فترات كبيرة أوي في الوقت ده كنت بشتغل نايت شيفت، كنت بشتغل من 10 بالليل ل7 الصبح أو ل6 الصبح، بشتغل موظف. فجأة لقيت نفسي بخسر كل فلوسي. فأنا قلت إن الكلام ده مش هينفع يا عمر، توقف كل حاجة، افصل، انسى انسى انسى، استعوض ربنا. وده اللي حصل فعلا. عدى شهر، اتنين، تلاتة، سنة، سبت الإمارات. وحاجة تانية حصلت خلتني أفتح المنصة دي تاني. كانت متسجلة في مكان، كتبت حاجة على جوجل بالغلط طلع لي الاسم، حاجة زي حاجة كده إيه شغلتها في دماغي فطلعت قدامي، ففتحت المنصة لقيت كل حاجة متسجلة زي ما هي، الأكاونت بتاعي مفتوح وكل حاجة. قلت أما أجرب حظي تاني، مش يمكن كنت أنا اللي غلطان. زي ما بقول لك كده، على قد ما أنا بحكي لك حاسس قد إيه أنا عبيط، يعني حاسس قد إيه أنا كنت شخص ساذج سذاجة ما تتخيلهاش. يعني كنت مش مصدق إن أنا، يعني دلوقتي ده مش مصدق، ساعتها أنا كنت فاكر نفسي جامد جدا. مش مصدق إن أنا كنت بالضعف والهوان إن أنا بحط فلوسي كده عادي من فراغ، يعني كأن مفيش حاجة حصل. دورت على الشخص اللي كان بيتكلم على المنصة دي، وكان عنده جروب تليجرام. دخلت على الجروب ده ببساطة شديدة بيقول لك إن هو كوبي مي أو كوبي ماي تريد، أو أنا بدخل قدامك تداول لايف، وأنت تدخل معايا لايف في نفس اللحظة. يعني أنا بقول لك كذا ندخل، تك، طلوع نزول وهكذا. أنت كسبت
تمام، انا خسرت، تمام، يعني لو انا كسبت انت كسبت، لو انا خسرت انت خسرت. فطبعا هو بناء على تاريخ صفقاته والفلوس اللي بيعملها، هو معظم صفقاته ربح، او 70% من صفقاته ربح، فهو قادر يعوض اللي بيخسره. وطبعا انا عارف ان مفيش حاجه، فانا قلت انا لسه هتعلم، ما يمكن انا اللي انا اتعلمته غلط، ويمكن هو عنده السر. فقلت الشخص ده انا همشي وراه. والله العظيم ثلاثة كنت كل يوم كل يومين ثلاثة أحط فلوس، لدرجة أنا بقيتش عارف أحط كام. 50 يورو أضيف، 100 أضيف، 70 دولار باليورو عندي، بالدولار ما يعادل على المنصة يعني. وعلى الراجل على الصفقة يخش، أدخل معاه، كسبت كسبت، خسرت خسرت، هو خسر أنا خسرت. لحد ما بدأ الموضوع يتغير، لحد ما بدأ إن هو إيه، يقول لك خش معاه في نفس الثانية، يقول لك الصفقة خلصت رابحة. عمل هو مثلا 280 دولار، وانا عملت سالب لاني خسرت. فازاي صفقتك كسبت وصفقتي خسرت؟ قعدت كده يا جماعه يعني شهور، اكسب واخسر اكسب واخسر اكسب واخسر اكسب واخسر، لحد ما وصلت للمرحله الاخيره ان انا بخسر بس. لدرجه ان انا كنت والله العظيم ثلاثة، من كتر ما انا مقهور مش عارف انام، فاصحى الفجر مثلا الساعه 3 الفجر مش عارف انام، اصحى افتح اللابتوب بتاعي وافتح البتاع واقعد اضيف فلوس، وعندي حاجه بتقول لي انك هتعوض 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 هتعوض، هترجع الفلوس هترجع الفلوس هترجع الفلوس. طبعا انا بحكي لكم الموضوع وانا يعني اللي هو ايه، انا مش عارف كنت بعمل كده ازاي، مش عارف كنت بعمل كده ليه يعني. اللي هو خلاص بقى الموضوع ملوش يعني. طبعا كنت مش لاقي حاجه اقولها على الجزء ده، ان انا ما اعرفش ايه اللي كان حد كان لابسني، يعني كان في شيطان لابسني والله العظيم ثلاثة. ادمان التداول ده شيء انا عشته، وابصم لك عليه بالعشرة. انا مش متحكم في افعالي وفي طريقه سحبي للفلوس، اكني والله العظيم ثلاثة متنوم مغناطيسيا يا جماعه. يعني مهما حكيت لك، طبعا الموضوع الحمد لله عدى عليه سنين طويله وتخطيته تماما، ولكن لما بيجي في بالي، لاني ما زلت بتداول، المفاجاه شوف بقى انت دلوقتي زمانك دلوقتي بتسحب لي واحده اسكندراني، ولكن هشرح لك انا ما زلت بتداول ازاي. أه لما يعني خلاص بقى انا وصلت لمرحله ان انا ايه، خسرت فلوس كتير قوي 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 يعني. طبعا انا عمال اضيف واضيف، وكلام كان بقاله سنين، الموضوع طول جدا، فانا مش عارف حتى انا ضفت ايه. فلما قررت ان انا اوقف، وان خلاص انا يعني هعمل بلوك، وهعمل بلوك من الاكونت بتاع البنك، وهعمل بلوك للمنصه، ودخلت قالوا لي حاولت امسحها، قالوا لي ما ينفعش، كان لازم تكلم خدمه العملاء، كلمت خدمه العملاء، عملوا لي دي اكتيفيت الاكونت. وقبل ما اعمل كده قلت ادخل الترانزاكشنز اللي هي الديبوزيت، عشان اعرف انا اودعت كام في السنتين دول او في السنه دي، الفتره دي. 14700 وشويه دولار. حوالي 15000 دولار. رقم كبير فشخ، رقم كبير جدا. يعني خليني اقول لك، 15000 دولار دي انت ممكن تعمل بيهم ايه؟ ممكن تروح تشتري عربيه كاش مستعمله محترمه ب 15000 دولار. ممكن في مصر تشتري شقه مش في احسن مكان ولكن عقار ب 15000 دولار. ممكن في مصر تروح تجيب فيلا فاخرة أو شقة فاخرة من أفخم الأماكن، وتدفع الفلوس دي كمقدم أو كديبوزيت أو عربون، وتقسط الباقي. الفلوس دي ممكن تتجوز بيها. طبعا أنا بكلمك على حاجات من سنين ما كانش لسه التعويم ده حتى بتاعنا حصل، كان حصل واحد اتنين تعويم تقريبا، بس ما كانش لسه حصل الباقي كله يعني. يعني فلوس كتير ممكن تعمل بيها حاجات كتير قوي قوي. أبسط حاجة ممكن تستثمرهم تجيب أضعافهم فلوس من غير ما تتحرك، تسافر وتستمتع. فلوس كتير ضاعت، فلوس كتير قوي ضاعت مني يعني. اكتشفت بقى بعد كده في المرحله اللي خلتني اخد قرار اني ما اوقفش، اني بدات ابحث، يا جماعه هو في حد زيي يعني، في حد غيري كده يعني. اكتشفت بقى كميه ناس بتشتكي، وناس نصب عليها، وناس اتسرقت،
وناس بتقول ان المنصات دي هي اللي بتتحكم وبتتلاعب، والمنصات دي معينة شوية الناس زي المصري اللي أنا كنت متابعه دوت، وزيه كتير قوي، وما زلت بشوف الناس دي بتتكلم اعتقد الى الان، او يعني لما شفت من فترة يعني، وان هم بيخلوا من الاخر منصة نصب، وما فيش حاجة اسمها تداول خيارات ثنائية، لان ده اصلا مبني على القمار، والشيوخ قالوا ان ده حرام. فدي كانت بالنسبة لي اللي هي ايه، القطمة الأخيرة، اللي هي خلاص أنا قلت مفيش تداول تاني، الموضوع حرام، خسرت فلوس بالهبل. وقعدت في فترة اكتئاب، أنا طبعا كل ده مكتئب، أنا بخسر كل يوم أنا قعدت مكتئب بقى، اللي هو اكتئاب يعني بشع، يعني مفيش بعد كده خالص. وقد كان قعدت قعدت مثلا خلينا نقول شهرين ثلاثة ما بعملش أي حاجة غير إن أنا بشتغل عادي، شغلي اللي هو ما ينفعش يقف، ولكن أنا محبط ومحرج من نفسي، وعمال بقى أبص في حياتي إن أنا إزاي ضيعت الفلوس دي بالهبل ده، بالذات لما أنا جمعت الفلوس، لأن برضه أنت 100 في 200 في 300 في 50 في 70 في 20 في بتاع ما بتحسش بيهم. لما جمعت الفلوس أنا حسيت إن أنا بقى إيه، هيجي لي ذبحة صدرية. ويمكن أنا ما كلمتش أي حد من الناس اللي حواليا في الموضوع دوت، يمكن أنا أول مرة أحكي الموضوع ده بشكل يعني بشكل اللي هو إيه يعني قدام الكاميرا، أول مرة أتكلم فيه بصوت عالي يعني، ولكن كان من أصعب الدروس اللي خدتها في حياتي. نيجي بقى للدروس المستفادة، أو خلينا أقول لك للحاجات الإيجابية في الموضوع. لما أنا بحثت بعد كده اكتشفت إن في ناس كتير قوي بتتكلم عن الموضوع دوت، إن هو غير إن هو حرام، نصب، وإزاي بينصبوا وبيشرحوا وبيتكلموا عن الأشخاص دي بالأسماء وكمية حاجات. ندمت إن أنا ما دورتش عليها بدري، فالموضوع ده ما نمى عندي مهارة البحث، المعرفة، إن أنا أبحث قبل ما آخد خطوة أو قبل ما آخد قرار، وإزاي أحلل. واكثر حاجه فادتني في الموضوع دوت ان هي علمتني مجال التداول في المطلق، ان انا اتعلم بقى التداول بحق وحقيقي، التداول كبزنس كشغل. وكانت اكتر حاجه علمتها لي الحادثه دي او الموضوع دوت، ان هو علمني حاجه اسمها البيتكوين او العملات الرقميه. كنتش اعرف اي حاجه عنها، او كنت بسمع عنها كده طرطيش كلام من بعيد لبعيد. فلما بدات ابحث واتاكد واشوف وبتاع يعني كحاجه جديده اعملها، ما انا خلاص فشلت مش نهايه العالم. وبعدها بحثت كتير في موضوع البيتكوين والعملات الرقميه، واكتشفت ان الموضوع مش نصب، او الموضوع فعلا حقيقي. بدات استثمر في العملات الرقميه. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله، الواحد قدر ان هو يعوض الفلوس اللي هو خسرها. ولكن ما زلت لما بفتكر ان الفلوس اللي انا خسرتها بزعل، لاني ما كانش المفروض اخسرها كده. ولكن في نفس الوقت بقول لنفسي، ما انت لما كنتش خسرت الفلوس دي كلها ما كنتش هتعرف البيتكوين او العملات الرقميه، وما كنتش هتعرف تتداول في العملات الرقميه. انا بعمل حاجه اسمها سوينج تريدنج. سوينج تريدنج ده يعني اشرحه ازاي، تداول بس مش تداول يومي. تفتح صفقه على اتجاه معين، ان هو الاتجاه ده مثلا صعود، تستنى ينزل وتشتري وتطلع، لما يبيع تكسب اكنك في السوق بتشتري حاجه رخيصه وتبيعها لما تغلى. بطريقه كلاسيكيه جدا. طبعا دي قصه طويله قوي مش هنتكلم فيها في الفيديو دوت، لان ولكن اتعلمت سوينج تريد او اتعلمت التداول في العملات الرقميه، لان دي الحاجه اللي انا بستثمر فيها. فبقيت بستثمر فيها وبتداول احيانا، انا مش متداول يومي ولا حتى شهري، ممكن اقعد شهر شهرين ما افتحش المنصه. انا بتداول على حاجه اسمها كريبتو دوت كوم، وبستخدم كريبتو دوت كوم بشكل عام يعني بقالي سنين. وتريدنج فيو طبعا هو الخريطه بتاعتي. طبعا انا مش عايز اطلع اكبر الموضوع، ولكن اللي انا عايز اقوله لك ان انا خسرت كتير، ولكن النهايه في الموضوع كان سعيد الى حد ما، لان انا اتعلمت مجالات كتير ما كنتش هتعلمها لو ما كنتش عملت العبط اللي انا عملته. طبعا انا ما بشجعش اي حد تاني، دي يمكن دي مبنيه شويه على فكره الثراء السريع اللي انا كنت عملتها من فتره. شوف سبحان الله، الشخص اللي وقع في الغباء ده هو الشخص اللي كان بيتكلم في الفيديو ده اللي فات. ولكن الواحد بيتعلم، يعني احنا عايشين في الحياه عشان نتعلم وعايشين عشان ناخد اقلام وشلاليت من الدنيا.
ولكن هي في النهايه دروس مستفاده. الذكاء هو ان انت تتعلم من الدرس وما ما تغلطش تاني. طبعا انا لو هتديني مليون دولار مش هفتح اي منصه من المنصات دي تاني، لانها منصه مبنيه على الربح السريع وبيع الوهم، وكمان بقى بيشتروا الجماعه اللي هم بتوع اليوتيوب دول، او اللي هم الناس الانفلونسرز، عشان تبيع لهم، عشان تبيع للمتابعين الوهم اللي انا كنت واحد من ضحاياهم. حاولت. كان في طريقة، حد طلع وقال إن يا جماعة اللي خسران فلوس منهم يبعت لي وأنا هرجع له فلوسه، وفي طريقة وما أعرفش إيه وبتاع. لما حاولت أعمل كده اكتشفت إن اللي عايز يعمل كده عايز ينصب عليا هو كمان وياخد مني فلوس زيادة. يعني الموضوع بص، مجال نجس نجاسة والله ما في أنجس من كده. يعني بيتهيألي يمكن الدعارة أنضف شوية من المجال ده. فالواحد ما بيتعلمش ببلاش خالص. يمكن أنا تجربتي كانت غالية حبتين 3 4، وخسرت شوية من ثقتي في نفسي في المرحلة دي. ولكن الحمد لله الواحد اتعلم الدرس وفاق. بقى الموضوع بالنسبة لي كوميدي يعني. هو عادي، خسرنا، الناس كلها بتخسر مش حد بيكسب بس. ولكن المجال ده كان سبب ان انا الحمد لله يكون ان انا اتعلمت او عرفت العملات الرقمية. ودي حاجة انا بتابعها وبستثمر فيها بقالي سنين. فمبسوط جدا ان ده اللي حصل، او على الاقل يعني لو ده الحد الادنى او الحاجة الوحيدة اللي اتعلمتها من الدرس ده. درس ب 15000 دولار بس، اوكي يعني الاسعار ولعت والله. بس اتمنى الفيديو يكون عجبكم. معرفش انا حد اصلا لسه بيتفرج على الفيديو لحد دلوقتي ولا لا. لو انت وصلت للنهايه اكتب لي انك وصلت للنهايه، لان انت هتبقى حبيبي جدا كده. احنا داخلين هو على 30 دقيقه. فبس لو حد عنده افكار حابب ان انا اتكلم عليها ممكن تكتبوا لي افكار. ولو حد حابب يتواصل معايا ونعمل استشاره، انا بقدم استشارات ليها علاقه بالسفر. ولكن كان في حد اقترح عليا ان انا ليه ما نعملش استشارات ليها علاقه بالبيزنس والدردشه. هتبقى مدفوعه طبعا لان مفيش حاجه ببلاش في الدنيا. فهتلاقي لينكات تحت الفيديو، ممكن تحجز استشاره وتدردش معايا. وبس. اشوفكم في الفيديو اللي جاي. والسلام عليكم.